السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية العز والمجد، تحية البعث الخالد لكل الأوفياء الصامدين، حيث هنا صوت البطولة والموقف المبدئي، صوت الإرادة التي لا تنكسر. نحييكم في نشرة جديدة نضع بين أيديكم مستجدات الأحداث بكل وضوح وثبات. خلوكم ويانا. بعد التحية والسلام، ومن بغداد الحبيبة عاصمة أرض الرافدين، العراق اليوم يقف على أعتاب مرحلة جديدة، حيث بات واضحا أن النظام الحالي يتخبط في أزماته المتلاحقة، عاجزا عن تحقيق الاستقرار أو الحفاظ على سيادة الوطن. الفوضى الأمنية، الصراع السياسي الداخلي، والتدخلات الخارجية المستمرة، كلها دلائل على فشل المشروع الطائفي الذي فرض على العراق منذ 2003. الاحتلال الأمريكي حاول طمس هوية العراق العربية وسحق إرادة أبنائه، لكنه فشل. وها هي القوى العميلة التي زرعوها تتهاوى واحدة تلو الأخرى، غير قادرة على مواجهة الدولة السورية بعد سقوط نظام الأسد. واصطدام الصراع بين الميليشيات المتناحرة والتوترات داخل البرلمان، كل ذلك يشير أن ساعة الحساب قد اقتربت، وأن الشعب العراقي يتهيأ لاستعادة كرامته المسلوبة. البعث لم ولن يغيب، بل ظل حاضرا في وعي الجماهير رغم كل محاولة اجتثاثه. سنوات الظلام والقهر لم تزد أبناء العراق إلا إيمانا بأن زمن العزة سيعود، أن راية البعث سترتفع مجددا ليعود العراق كما كان، قويا موحدا سيدا على قراره، بعيدا عن الطائفية والفساد. القادم لن يكون كما يشتهي أعداء العراق، فالتاريخ يكتب من جديد، والبعث حاضرا وصوته سيعلو من جديد ليعيد العراق إلى مساره الصحيح وليطهره من الخونة والعملاء، وغدا لناظره قريب. إلى هنا نختتم نشرتنا الإخبارية التي حملت بين طياتها الحقائق. كما كان العراق، سيظل التاريخ يسجل أن لا قوة توازي إرادة الشعوب العظيمة في مواجهة التحديات. لا زلنا على العهد، نكتب المسار ونشكل المستقبل. إلى اللقاء في نشرات قادمة تواصل تدمير الأكاذيب وتكشف الحقائق بكل شجاعة وصلابة، وكان الله في العون.